بسم الله. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما وعدتكم اليوم ان شاء الله بربي حنديروا فيديو صغير جبنا فيه وثيقة عثمانية تكشف خضوع المغرب الأقصى إلى الدولة العثمانية أو الخلافة الإسلامية العثمانية ابتداء من سنة 1575 ميلادي. وهذه المعلومة لا يعلمها حتى المغاربة المساكين وحتى مؤرخيهم. أقول حتى مؤرخيهم حتى المؤرخين توحهم على بالهمش، وحين علموا بها جاءتهم صدمة. نبدأ. هذا المقال كتبه الدكتور محمد الأرناؤوط، هذا باحث أردني، هو اللي كتب هذا المقال، ونشرته الجريدة الإلكترونية المغربية هيسبريس، جريدة إلكترونية مغربية هيسبريس. دائما نقول من لحيت بخرلو، دائما نأتي بمصادرهم حتى لا يقال عنا أننا نكذب أو نزندق، والحمد لله. هذا المقال قلنا كتبه الدكتور محمد أرناؤوط الأردني، كتبه يوم الاثنين 23 نوفمبر 2009. نخلو قبل هذا المقال حنعرفكم بواحد الباحث تاريخي، وهو من أصل عراقي ويعود له الفضل لكشف هذه الوثائق، هو اللي ترجم هذه الوثائق، واسمه فاضل بيات. هذا فاضل بيات ولد سنة 1946 بكركوك العراق، متحصل على شهادة دكتوراه من جامعة أنقرة في التاريخ الإسلامي سنة 1975، ومنذ سنة 2007 يعمل كخبير في مركز الأبحاث للتاريخ والفنون الثقافية الإسلامية أرسيكا، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول. علاه جبت لكم هذا الباحث؟ بس يعود لأنه يعود إليه الفضل، لأن هذا الباحث العراقي يحسن قراءة اللغة العثمانية، وبفضله ترجم جميع، ما نقولوش جميع، ولكن ترجم بعض الوثائق العثمانية إلى اللغة العربية، ودار 3 مجلدات، والكتاب اللي داروا واسمه الدولة العثمانية في مجال العربي. وهذه الوثيقة جت صدمة لمؤرخي المغرب. عليه قلت لكم صدمة؟ هي بصفة عامة الباحثين تاعنا العرب معظم البحوث تاعهم واللي داروهم على التاريخ دائما ياخذوا من المصادر المستشرقين او الاوروبيين، الفرنسيه او البريطانيه او البرتغاليه او الاسبانيه والمصادر الاخرى.
ولا يذهبون إلى المصادر العثمانية. علاه؟ لأنهم لا يتقنون اللغة العثمانية، تجيهم صعيبة. وعلى قلت لكم الفضل يعود إلى هذا الدكتور فاضل بيات العراقي من مواليد كركوك، يعود إليه الفضل لترجمة هذه الوثائق العثمانية، لأنه يحسن اللغة العثمانية. نبدأ. قال لك الاثنين 23 نوفمبر 2009 قال لك انعقدت في الرباط خلال 12-14 نوفمبر جاري الندوة الدولية المغارب والبحر التي استغرق الإعداد لها التي استغرق الإعداد لها أكثر من سنتين بالتعاون ما بين المعهد الأبيض المتوسط الغربي في العصر العثماني الملكي للبحث في تاريخ المغرب ومركز الأبحاث في تاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإسطنبول أرسيكا، وبمشاركة واسعة للباحثين عرب وأتراك وأوروبيين. وكان للحضور مميز لمركز أرسيكا اللي قلت لكم عليه الذي يرأسه خالد آرن، أثاره في إعطاء زخم غير مسبوق للقاء الذي تحول في بعض اللحظات إلى توتر أكاديمي حول علاقة المغرب الأقصى بالدولة العثمانية. ففي الكلمات الافتتاحية للندوة تناول الدكتور آرن العلاقات العثمانية المغربية عبر التاريخ، وتمنى إعادة النظر فيها النظرة الموضوعية في ضوء وتقييمها من جديد في ضوء يكشف الوثائق العثمانية، مع تأكيد أن الوثائق العثمانية ستساهم في توطيد العلاقات. وفي المقابل كان الباحث المغربي المعروف عبد الرحمن المودن يعبر عن وجهة النظر الأخرى بالقول إن المغرب وإن لم يكن جزءا من الفضاء العثماني إلا أنه تأثر بالمجال العثماني المجاور له. وبعد هذه الكلمات التي المحت في موقفين مختلفين تم افتتاح المعرض الذي أعده مركز أرسيكا، والذي تضمن وثائق عثمانية مختلفة ستعرض علاقات الدولة العثمانية مع المغرب الأقصى. ولفتت الأنظار الوثيقة الأولى التي كانت مؤشرا إلى أهم دار في الندوة من نقاش حول هذا الموضوع الذي أثير لأول مرة في علاقة المغرب بالدولة العثمانية. وتضمنت الوثيقة رسالة مؤرخة في المغرب على هذا المستوى الأكاديمي في سنة غشت 1567 من السلطان العثماني سليم الثاني إلى الأمير السعدي عبد المؤمن، تفيد بعدم موافقة السلطان على تعيينه حاكما على فاس، كما كانت الوثائق المغربية تسمي المغرب الأقصى. وعليه قلنا المراركة كانوا يتسموا المغرب الأقصى ماشي المغرب. هم واش داروا؟ نحاول الاقصى باش ينسبوا التاريخ تاع المغرب العربي كاع ليهم. سكو بكري كي ينطقوا تلقى في الكتب القديمه كي يقولوا المغرب ما يقصدوش به المغرب الاقصى. كانت المغرب الاقصى هي المروك، المغرب الاوسط هي الجزائر، والمغرب الادنى هي تونس واجزاء من ليبيا. نكملوا. كما كانت الوثائق المغربية تسمي المغرب الأقصى بدلا من أخيه الحاكم عبد الله الغالب، وذلك لأنه تم تعيينه من قبل والده السلطان سليمان القانوني. ومن الملاحظ هنا أن الرسالة كتبت بالعربية وختمت بما يوحي بهذه العلاقة التي كانت موجودة آنذاك. هذا مرسومنا الشريف العالي السلطاني وأمرنا المنيف السامي الخاقاني، وما زال نافذا ومطاعا في المشارق والمغارب. أرسلناه إلى العلماء الفضلاء وأمرنا إلى العلماء الفضلاء والصلحاء وجميع الأمراء والكبراء وأهالي الإسلام بإقليم فاس وديار مراكش وبلاد سوس وسائر توابع تلك الأراضي المباركة. أمر، هذا مضمون تاع الرسالة. واش كتب فيها هذا السلطان العثماني؟ هذا مرسومنا الشريف العالي السلطاني وأمرنا المنيف السامي الخاقاني ما زال نافذا ومطاعا
في المشارق والمغارب أرسلناه إلى العلماء الفضلاء والصلحاء وجميع الأمراء والكبراء وأهالي الإسلام بإقليم فاس وديار مراكش وبلاد سوس وسائر توابع تلك الأرض المباركة. وقد سيطر هذا الموضوع على الجلسة الثانية للندوة مغاربة وعثمانيون، سواء من خلال الورقتين الأوليتين للباحثة المغربية نفيسة الذهبي وللباحث في مركز الأبحاث فاضل بيات، هذا هو اللي قلت لكم عليه. أما من خلال المناقشات القوية التي دارت بعدها وحتى في الجلسات اللاحقة، ومع أن ورقة نفيسة الذهبي اعتمدت أساسا على الوثائق العثمانية التي نشرها بيد في كتابه اللي قلت لكم عليه الدولة العثمانية في المجال العربي التي توحي بوجود تبعية مغربية للدولة في التدخل العثماني الذي حصل في المغرب، إلا أنها حاولت أن تخفف من الوجود العثماني في المغرب، لم يصل في رأيها إلى حد إلحاق المغرب بالدولة العثمانية، كما أن الحكام السعديين الجدد للمغرب وصلوا الحكم كمجاهدين، ولذلك كان من الطبيعي أن يستنجدوا حين الحاجة بقوة إسلامية كبرى مثل الدولة العثمانية. أكو تسمعوا واش قالت هذه الباحثة المروكية؟ حلال عليهم وحرام علينا. عليه يقول لك توما المراركة يا اللي كنت تسمعوا فيها يا العياشة، كنتوا تقولوا بلي العثمانيين احتلونا، ياك هكذا كنتوا تقولوا ولا اني غلط؟ هذا التاريخ ما يقروه لكمش، غير ما تخافوش. يا كنتوا تقولوا احتلونا العثمانيين. ها شوف ايش قالت الباحثة هذه، شوف ايش قالت: أن الحكام السعديين الجدد للمغرب وصلوا إلى الحكم كمجاهدين، ولذلك كان من الطبيعي أن يستنجدوا حين الحاجة بقوة إسلامية كبرى مثل الدولة العثمانية. يسمى حلال عليكم ثم تستنجدوا استنجاد بالدولة العثمانية. وإحنا واش درنا؟ جاو احتلونا، ياك استنجدنا بهم، خاوتنا في الإسلام، وكانت خلافة إسلامية، ولا راني غلط؟ ها؟ نكملوا. أما فاضل بيات الذي جاء إلى الندوة حاملا وثائق عثمانية جديدة، فقد ذكر أن ما معه من وثائق يدحض فهمتوها وش معناتها؟ نعاودها. أما فاضل بيات الذي جاء إلى الندوة حاملا وثائق عثمانية جديدة، فقد ذكر أن ما معه من وثائق يدحض أو يكذب أو ينسف أو يطرطق الرأي الشائع الذي يقول إن المغرب هو البلد الوحيد الذي بقي خارج الحكم العثماني. ويوضح بيات هنا من أن الخلاف بين الإخوة السعديين عبد الله الحاكم وعبد المؤمن وعبد الملك هو الذي قاد إلى التدخل العثماني في المغرب. هذه هي السبب. فلقد لجأ الإخوان عبد المؤمن وعبد الملك إلى اسطنبول وطلب من السلطان سليمان القانوني دعمهما مقابل إطلاق يد الدولة العثمانية في المغرب، إلا أن السلطان رفض ذلك ودعا إلى المصالحة بينهما. ومع علم الحاكم عبد الله بذلك، تعلم خوهم الآخر واش دار؟ قام بقتل أخيه عبد المؤمن،
فانزعجت إسطنبول عندما تحالف الحاكم الجديد محمد المتوكل بالتحالف مع إسبانيا. هاكو تسمعوا، هذا من السعديين. تحالف مع إسبانيا من أجل الكرسي، وهو ما دافع اسطنبول إلى الطلب من والي الجزائر العثماني رمضان باشا بتجهيز حملة عسكرية إلى فاس لدعم الأمير عبد الملك المطالب بالحكم، وهو ما تم بالفعل في سنة 1575. وبالاستناد إلى ما لديه من وثائق، وصل فاضل بيات إلى القول أنه ابتداء من حكم عبد الله الغالب كانت الدولة العثمانية تتصرف وكأن المغرب تابع لها، إذ بين أن الدولة العثمانية كانت تتعامل مع السعديين كما تتعامل مع الحفصيين في تونس والأشراف في مكة، يعني كانوا خاضعين لهم. نكملوا. وهذه الوثيقة، وثائق اللي جابهم هذا الباحث الدكتور فاضل بيات، استفزت الباحثين المغاربة سواء من المختصين أم غير المختصين. فقد وصفها الباحث المغربي حسن أميلي بأنها نظرة عوراء، نخلع، ولا يقول الفاضل بيات هذه نظرة عوراء وقراءة للتاريخ من مصدر واحد، داعيا الأخذ بعين الاعتبار أيضا المصادر المعاصرة الأخرى من إسبانيا وبرتغالية وإنجليزية. علاه قلت لكم كانوا كما هذو المؤرخين تاع المغرب جايبين الاخرين الدراسات تاعهم تاع التاريخ، البحوث يعتمدوا على تاع الاسبانيه والبرتغاليه والانجليزيه. وعلاه قلنا ما يروحوش تاع العثمانيه، لا يحسنون اللغه العثمانيه. على هذه الباحثين العرب يروحوا كاع يروحوا المصادر تاع المستشرقين تاع الاوروبيين ولا الامريكا ولا المهم حاجه واحده، يروحوا ما يروحوش البحوث العثمانيه، الوثائق العثمانيه، لان اللغه العثمانيه صعيبه عليهم. واعترف الأستاذ في كلية الآداب مصطفى الشابي بعفوية بأنه لم يسمع حتى الآن ولم يعرف أن المغرب كان تابعا للدولة العثمانية. علاه هذا في كلية الآداب قال لهم جامي سمعت باللي لم أسمع من قبل بأن المغرب كان خاضعا تابعا للدولة العثمانية. علاه؟ لأنهم يعتمدون على المصادر الأوروبية تاع المستشرقين. وزيد نقول لكم حاجة، هذو المستشرقين ثاني أغلب الآخرين تاعهم هما يجيبوها من الوثائق العثمانية. قلت له يجيبوها من ورابطا ذلك بالصراع بين قلت لكم عليه كتب كما نقولوا الباحثين العرب تاعنا تجيهم لا يتقنون اللغة العثمانية، تجيهم صعيبة، على هذيك يعتمدوا على المستشرقين، على البحوث تاع المستشرقين والرحالة والأوروبيين اللي كانوا جايين رايحين. رابطا ذلك بالصراع بين القوى الكبرى آنذاك الذي كان يدفع المغرب أحيانا إلى التقرب والتحالف مع الدولة العثمانية من دون أن يصبح تابعا للدولة العثمانية. وقد تدخل لتهدئة النقاش مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب محمد قبلي الذي تمنى على المشاركين في الندوة عدم معالجة الأمور بتشنج وعدم إسقاط الماضي على الحاضر، مركزا على تحديد مفهوم التبعية ما بين
شقه الدنيوي وشقه الديني. وفي هذا السياق تدخل الباحث المغربي جعفر السلمي مميزا بين الهدايا التي كان يرسلها حكام المغرب للسلطان العثماني وبين الإتاوات، رافضا وجود ارتباط مغربي بالدولة العثمانية، حيث إنه لم يكن يوجد بالمغرب لا راية عثمانية ولا عملة عثمانية. هو جايب لهم وثائق وهو يقول له ما كاش، لا علاه انخلعوا. جاب لهم وثائق، بكمهم، خلعهم، جاتهم مفاجأة. نكملوا. ومع أن هذه الندوة الدولية حفلت بأوراق قيمة كثيرة تجاوزت 30، وتناولت الاقتصاد والعمران والمجتمع والعلاقة مع الآخر في حوض المتوسط، إلا أن هذه الموضوع الذي أثير حول علاقة الدولة العثمانية بالمغرب بقي يفرض نفسه في المناقشات والكواليس حتى الجلسة الختامية، حيث تناولها من جديد بشكل هادئ المؤرخ المغربي عبد الرحيم بن حادة في ورقته قضية الجزائر في العلاقات المغربية العثمانية. وكان من الواضح هنا أن مثل هذه الندوة الدولية كانت تحتاج إلى ورشة تحريرية حول العلاقة بين الدولة العثمانية والمغرب، بالاستناد إلى الوثائق العثمانية كي لا تسيطر المفاجأة على بعض المشاركين. أما وقد طرح هذا الموضوع على هذا المستوى، فإن نشر أوراق الندوة وما فيها من وثائق عثمانية يفرض إعداد ندوة خاصة حول هذا الموضوع الذي لم يؤخذ بعد حقه من البحث. وقلنا لي كاتب هذا المقال هو أستاذ التاريخ الحديث في جامعة آل البيت الأردن، وهو الدكتور محمد أرناؤوط. هاك تشوفوا يا المغاربة، ها كانت الخلافة العثمانية تحكم فيكم ابتداء من سنة 1575 ميلادي، وكانت تعاملكم كما تعامل الحفصيين في تونس والأشراف في مكة، كنتوا خاضعين لها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفي فرصة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم.